تبدأ قصتي من هوايتي، وهي شغفي بالأشياء القديمة والأنتيكات، حيث كنت أعشق كل شيء قديم. وهنا صديق قال لي أن أبي لديه مكتبة تحتوي على كتب نادرة، وهناك كتاب وحيد يعد مخطوطة، لكن هذا الكتاب في مجال السحر. فسألته هل هو باللغة العربية؟ فأجاب قائلا لا، إنه ترجم إلى العربية، ولكن بعد ذلك منع من الانتشار لأنه يحتوي على طلاسم وتعويذات سحرية حقيقية. وعندما شاهدت الكتاب كان قديما جدا وأوراقه مصفرة من القدم، ويحتاج إلى عناية كبيرة عند تقليب صفحاته. ومن شدة إعجابي بهذا الكتاب قال لي صديقي هذا الكتاب هدية مني لك. وبعد تلك الليلة عدت إلى مصر، وبعد عودتي بدأت تتوالى علي عروض عمل، وانشغلت كثيرا، وكلما أردت أن أحصل على وقت فراغ لأقرأ الكتاب إما انشغلت أو يحدث أمر ما. ولكن الأمر الغريب الثاني هو أنه منذ يوم أحضرت هذا الكتاب بدأ يظهر شخص غريب يراقبني. وأول مرة كانت عندما ذهبت إلى الإذاعة والتلفزيون وأردت أخذ أوراق من سيارتي بالصدفة، رأيته في الجراج وكان ينظر إلي، ولكن هذا الشخص كان شكله غير عادي. فعندما أخذت الأوراق والتفت اختفى هذا الرجل بلمح البصر، فلم أهتم كثيرا. لكن الأمر أصبح أكثر غرابة عندما كنت في بيتي. اختبرت نفسي في بعض الأدوار أمام المرآة، والعجيب وجدت هذا الرجل واقفا خلفي ووجهه ظاهر وراء ظهري في المرآة. فتعوذت من الشيطان وقلت ربما شكل الرجل بقي في بالي عندما رأيته في الجراج. أما أغرب حالة، كنت أعمل في مسرحية وكنت في عرض، وبالصدفة جاءت عيني على الجمهور، ووجدته يجلس بين الحضور وينظر لي نظرات غريبة. ووجدته يجلس بين الحضور وينظر لي نظرات غريبة ويبتسم لي ابتسامة مرعبة. هنا فعلا بدأت أشعر بالخوف. وبعد انتهاء العرض سألت عن هذا الكرسي من حجزه، أخبروني أن هناك شخص حجزه ولم يأتي، وكان طول فترة العرض فارغ. وبعد هذه الحادثة اتصلت بصديقي صاحب الكتاب فأخبرته بكل شيء، فقال انتظرني كم يوم حتى أذهب إلى أبي لأسأله. وبعد يومين عاد واتصل بي وقال أبي يقول هذا خادم الكتاب، لكن لا يؤذيك لأنه حارس للكتاب فقط، لأنه النسخة الأصلية. فهنا بقيت في حيرة، ماذا أفعل بالكتاب؟ أحرقه؟ أخاف من عواقب الأمر. أرميه؟ أخاف أن يأخذه أحد ويتضرر بسببي. فأخيرا توصلت إلى أني أتبرع بهذا الكتاب لدار الكتب، كونه يعتبر مخطوطة ونسخة أصلية. وفعلا تبرعت بالكتاب، لكن بعد مدة حدث حريق في الجناح الذي يحتوي على الكتاب. والعجيب عندما سألت عن الكتاب لم يجدوا له أي أثر، اختفى ولا يعرف أين هو الآن.